السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، انتظروا يا جماعة بس كده حتى شوف الفايدة اللي احنا عايزين ندخل لها. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الله عز وجل ودود، أي أنه سبحانه وتعالى المتحبب إلى عباده. الله عز وجل يتحبب إلينا، من أسماء الله سبحانه وتعالى الودود، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى. أنا داخل يا جماعة إن شاء الله غدا تاسعاء وبعد غد عاشوراء، الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله يوم عاشوراء أن يكفر السنة الماضية. طيب ده من عند ربنا ولا مش من؟ ده كرم من عند ربنا ولا مش كرم؟ ده جود من عند الإله ولا مش جود؟ فلأنه سبحانه وتعالى يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يريد شوف تخيل، صمنا عرفات سنة ماضية، الذنوب الصغيرة بتاع السنة الماضية والسنة المستقبلة جاء بعدها كام؟ ما هي إلا خلاص شهرين بسيطة، ماشي، أشهر بسيطة. بعد كده جاء برضه كرم من عند ربنا، لأنه سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده، لأنه سبحانه وتعالى يحب أولياء جل جلاله. يا جماعة اسم الله عز وجل الودود سبحانه وتعالى هو الذي يحب أولياءه، الأنبياء، الرسل، أولياء الله من المؤمنين يحبهم سبحانه وتعالى، فبالتالي يتودد إليهم بأنه جل جلاله يريد أن يرفع درجاتهم في الجنة. فسبحانه وتعالى أكرمنا بهذه المنن من عنده سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد حتى رضا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذا من أعظم المن، وهذا من أعظم الكرم، وهذا من أعظم الفضل اللي أنت داخل عاشوراء. يا رب ده من منك وكرم منك. طيب حد يقول أساسا وده بمعنى فعلا بيدور في جميع أذهاننا. طيب جل جلاله بما أنه يحبنا ويتودد إلينا، طيب أنا عشت فلان ضيق وعشت ضيق وكذا، وعندي 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 من الهموم، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما بيخليش أسعد إنسان في الدنيا؟ أسعد إنسان في الدنيا بالمال، بهذه الدنيا. الله عز وجل وضع قاعدة: لو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها من كافر شربة ماء. الكافر لن يشرب منها، فجل جلاله الدنيا لا تساوي عنده شيئا. لهذا الله سبحانه وتعالى يتودد إلينا ويكرمنا سبحانه وتعالى، وهو الكريم الرحيم الودود سبحانه وتعالى، بأن جل جلاله امتن علينا، ماشي، بأن شرع لنا الأعمال الصالحة حتى ترتفع أعمالنا ودرجاتنا في الجنة.